صباح الخير يا قوية جميلة، يا نادرة، يا شخص بيحب الحياة، يا شخص مليئة بالإبداع بالجمال، مليئة بالطاقة بالحياة، شخص بيحب يغاوب، شخص ما بحب إنه هو يكون ضعيف، شخص بيتخلص من كل ألم، شخص بيعرف يصبر بيعرف يتحمل، شخص نادر جدا في الوجود اللي هي انت. مبسوطة خالص بقول لك إني نهارك سعيد. مبسوطة خالص أكون معاكي في حلقة تانية من برنامج رحلة شفاء. في كل مرة وأنا قاعد أكون معاكي في الحلقات قاعد أكون سعيدة خالص بكل عنوان بتاع حلقة، بكل يعني كلمة أنا قاعد أشاركها معاكي، لأني قاعد أحس إني قاعد أتكلم مع قطعة من روحي، شخص بيعكسني، شخص بيمثلني، شخص لما أنا أكون قاعدة أتكلم معه أو أتواجه معه بحس نفسي قاعدة أتكلم مع نفسي وقاعدة أتواجه مع نفسي. الليلة ماشيين نتكلم في الحلقة دي في عنوان مختلف، كالعادة قلنا عناويننا حتكون مختلفة بس الترابط بتاعتها حتكون واحدة مع باقي العناوين اللي ممكن مشت، وإحنا لسه ماشيين في سلسلة بتاع التغيير في برنامج رحلة شفاء. حلقتنا الليلة مختلفة وعنوانها ممكن جميلة جدا. عنوان بتاعت الحلقة بتاعتنا الليلة بيقول اختار القائد الأفضل. عنوان الحلقة اختار القائد الأفضل. ممكن الحلقة اللي فاتت اتكلمنا خطوة نحو التغيير، واحنا قاعدين نمشي في الخطوات بتاعت التغيير بنحتاج لقائد، بنحتاج لشخص بيسندنا. بس حنعرف في الحلقة أكتر عن القائد اللي احنا قاصدينه وقاصدين شنو بمعنى كلمة قائد أفضل احنا لازم نختاره. طيب أول حاجة خلينا نكون في آية مفتاحية من الكتاب المقدس وبعد كده نواصل في النقاط بتاعت الحلقة بتاعتنا. طيب في عبرانيين 13:7 كلمة الرب يقول اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة الله، انظروا إلى نهاية سيرتهم فتمثلوا بإيمانهم. هنا الكتاب المقدس قاعد يتكلم إنه إحنا كمؤمنين أو إحنا كأشخاص موجودين في رحلة إيمانية، فكلمة الرب قاعد يقول لنا إنه خلينا نتذكر المرشدين بتاعنا، خلينا نتذكر الغادة بتاعتنا، خلينا نتذكر الأشخاص اللي قاعدين يعلمونا كلمة بتاعت ربنا، خلينا نتذكر الأشخاص اللي إحنا بنتمثل بيهم، بنشوفهم هم القدوة بتاعتنا، هم الغادة بتاعتنا. مش بس إنه إحنا نتذكرهم بس، لكن خلينا ننظر للسيرة بتاعتهم، خلينا ننظر للحياة بتاعتهم، خلينا ننظر هم كيف سلكوا كغادة حتى وصلوا للمراحل اللي هم موجودين فيه، اللي قاعد يخلينا نتمثل بيهم. خلينا كمان نتمثل بيهم، مش نعرف ليه احنا قاعدين نتمثل بيهم بس، لكن خلينا نتمثل بيهم أكثر، نتمثل بالسيرة بتاعتهم وبالإيمان بتاعتهم وبكل حاجة هم كانوا قاعدين يعملوها في المراحل بتاعت الحياة بتاعتهم. طيب من الآية المفتاحية دي احنا ماشيين نعرف انه حتى الكتاب المقدس بيورينا احنا كأفراد او كأشخاص انه احنا محتاجين نتمثل بالغادة بتاعتنا، محتاجين يكون عندنا غادة احنا بنتمثل بهم. طيب الغادة اللي احنا قاصدينه في البرنامج ده هم شوية من نوع تاني، هم غادة لكن من نوع تاني، ممكن يكون ما من النوع اللي احنا بنحتك بهم لكن بشكل مباشر، لكن احنا بنحتك بهم بطريقة او بأخرى. حنقدر نعرفها من خلال النقاط الجاية بالنسبة لحلقة اختار الغاية الأفضل. طيب أول حاجة من النقاط بتاعت الحلقة نمرة 1 بيقول فكر في نوع الحياة التي تريدها، هذا يساعدك في أن تختار الغاية الأفضل لحياتك. طيب العنوان ده بيقصد شنو؟ علشان احنا نختار الغاية المناسب يلي ممكن هو حيمثل الغاية والمرشد لنا، احنا محتاجين نفكر في نوعية بتاعت الحياة اللي احنا عايزينها. أنا وإنتي محتاجين نفكر احنا عايزين نعيش حياة، عايزين نعيشها بطريقة، عايزين يعني الحياة بتاعتنا دي تاخد منعطف من الحياة. طيب المقصود به شنو؟ أو الغاية ده فايدته شنو؟ أو الغاية ده هو نوعه شنو بالضبط؟ عشان أنا أجي بنفسي أحاول أختار
نوعية الحياة يلي أنا عايزاها. طيب ممكن أوضحها لك بطريقة أفضل وأقرب. كل شخص في الحياة بيكون عنده مجال، بيكون عنده طريقة بتاعت حياة، بيكون عنده أسلوب، بيكون عنده أحلام معينة، بيكون عنده غايات ورغبات وأهداف عايز يصل لها. مثلا زي الطبيب بيكون عايز يكون طبيب، فبالتالي بيخطط عشان إنه هو كيف يكون طبيب. علشان هو يكون طبيب ماهر، يكون طبيب على مستوى، فبيفتش عن أفضل الدكاترة، أحسن الدكاترة، أمهر الدكاترة يلي ممكن كانوا قبله عندهم خبرة، يلي ممكن الناس بيتمثلوا بيهم، يلي ممكن الناس يعني بيشوفوهم هم أمهر وأبرع دكاترة على وجه التاريخ. فبالتالي هو بيمشي وبيعرف عن حياتهم، بيعرفهم هم ناس منو، وبيخد إنه الدكتور ده الدكتور اللي أنا عايزه يكون هو الغائب بتاعي اللي أنا بتمثل به. ليه؟ عشان إنه أنا عايز أبقى دكتور، فلازم أفتش دكتور كان أمهر مني عشان أنا أحاول أوصل في المستوى بتاعته وأعلى من مستواه. طيب شخص عايز يكون مدير، أو عايز يكون يعني هو في إدارة، أو عايز يدير شركة معينة، أو عايز يكون أفضل موظف، فهو كمان بفتش له قدوة من نفس المجال بتاعه ويكون هو التوب في الوقت ده. بنفس الطريقة وإحنا ماشيين في رحلة بتاعت شفاء، وممكن في رحلة بتاعت إيمان، ممكن أنا حوريكم أنا ممكن الاختيار بتاعي أو الغاية اللي أنا اخترته. وأنا ماشية في مجالات بتاعت الحياة بتاعتي، كان دايما أنا ببحث عن التغيير، عايزة أكون متغيرة لدرجة إنه أنا بتذكر في كل رأس سنة لما يجي وأنا في يوم 31 دايما بحاول إنه عايزة أفتش أفضل حياة، عايزة أجي في السنة الجديدة بطاقة مختلفة، عايزة أجي بخطط مختلفة، عايزة أجي بتغيير، عايزة أجي بطاقة مندفعة، عايزة أجي وأشوف الناس اللي حواليني بيشوفوني إنه مثلا أنا بقيت إنسانة جديدة قاعدة أخطط لخطط جديدة، رغم إنه في السنة القديمة في ناس كتار ممكن بيملعوني بكلمات ممكن هي سلبية. أنت إنسانة معقدة، أو أنت مثلا يعني ما بتتغيري، أنت بتفضلي زي ما أنت دايما متكبرة، أنت دايما سلبيات كثيرة ممكن بيتقال في حقي. فدي كانت مؤلمة وكانت بتصنع جروح فيني، فدي كانت بتديني دافع إنه في كل سنة أنا عايزة أتغير. فكنت بجي بورقة وقلم وأنا قاعدة في وقت بتاع طفع الشمع، بعد ما نطفي الشمع وأنا مليانة برغبات، وأنا مليانة بإني عندي أهداف وعندي غايات عايزة أوصل بيها عشان أوصل لغاية مختلفة وأوصل لشخصية مختلفة وأتخلص من كل الكلمات السلبية اللي قاعدة تتقال في حقي. بس للأسف في كل سنة وأنا قاعدة أمر من أول شهر بجي بفشل وما بقدر أوصل لقدام. فكنت قاعدة أجي أسأل نفسي ليه أنا كنت قاعدة أفشل في كل مرحلة؟ أنا كنت قاعدة أخطير، رغم إنه كنت قاعدة أخذ استراتيجيات ممكن تكون منطقية للواقع بتاعنا، بس في النهاية أنا قاعدة أجي أفشل. لغاية ما جاء يوم وأنا عرفت إنه أنا ما اخترت لي غاية صح، وما كنت شايفة نفسي أو اخترت الحياة اللي أنا عايزاها. فده بالتالي إنه ساعدتني إنه أنا أختار نوعية الحياة اللي أنا عايزه، وده ساعدتني إني أختار الغاية بتاعه. ممكن أول حاجة أنا جيت خطيت إنه أنا عايزة حياة ممكن تكون أفضل، عايزة حياة ممكن كل يوم أنا برتفع من مجد لمجد، من نعمة لنعمة، من بركة لبركة. في النهاية لما جيت أختار الغاية المناسب لحياتي بالنسبة للحياة اللي أنا اخترتها، ما لقيت غير المسيح، لأنه أنا لقيت كلمات معزية جدا في الكتاب المقدس بيقول أنا جيت عشان يكون لكم حياة أفضل، وده الحياة الأفضل اللي أنا كنت قاعدة أفتشه. فبالتالي أنا اخترت إنه المسيح هو اللي يكون الغاية الأفضل بالنسبة لي. أنت ممكن تكوني مختارة حياة مختلفة، في ودك ممكن تختار المسيح يكون هو الغاية بتاعك وتبدي معه مسيرة حياة وتغيير للأفضل، وإنك توصلي وتنجحي في كل الخطط والغايات اللي انت خطيتيه. وكمان في ودك إنك تختاري غاية تاني لنوعية الحياة اللي انت اخترتيه. ده ممكن أول نقطة، فكري في نوعية الحياة اللي انت عايزاه، ده بيساعدك إنك تختاري الغاية الأفضل لحياتك. النقطة الثانية، أعرفي أكتر عن الغاية بتاعك عشان انت تقدري تتمثلي بغايتك، عشان انت تقدري توصلي لغاياتك، عشان انت تقدري تقربي أكتر من الغاية بتاعك، ويساعدك إنك تقربي من الأهداف بتاعك ومن الحياة اللي أنت عايزاها. محتاجة تعرفي أكتر عن الغاية بتاعك. إذا هو طبيب محتاجة تعرفيه وهو منو، بيعمل شنو، بيفكر كيف،
أغواله شنو، هو بيتمثل بشنو، فيها طريق هو بيسلكه، فيها أشياء هو محبب له، فيها أشياء ممكن ساعدته عشان يوصل للمسيرة بتاعته. إذا كان هو طبيب، هو مهندس، إذا كان هو عالم، إذا كان أيا كان هو الشخص ده اللي موجود في مجالات الحياة اللي أنت اخترتيه ومحتاجة تعرفيه هو منو. فكر كيف عنده يا أقوال مشهورة عنه، عنده يا حاجة بتميزه. زي مثلا لما أنا اخترت المسيح لقيت إنه الأقوال المشهورة عنده إنه هو جاء عشان يكون له حياة وحياة أفضل لنا، وده كان بيجذبني إنه أنا عايزة الحياة الأفضل، فبالتالي أنا عايزة الغائب ده بالضبط. كمان عنده وعود كثيرة هو بيتكلم بها، وعنده أشياء جميلة جدا بيتقال عنه في الكتاب المقدس، إنه هو بيشفي، إنه هو بيتعامل مع جروحنا، إنه هو صديق أمين، إنه هو شخص قريب على القلب، إنه هو أكتر شخص بيفضل معانا وما بيخلينا وما بيتخلى عننا في أي طريق إحنا بنمشي فيها. وهو عنده مقولات كثيرة جميلة جدا اتقالت عنه ممكن كانت مناسبة للحياة اللي أنا عايزاها، فدي ساعدتني إنه معرفتي له حببتني له وخلتني أكتر إني أكون عندي رغبة أوصل للأهداف اللي أنا عايزاه، وكمان خلاني أتأكد إنه هو الغاية الأفضل لحياتي بدون منازع. النقطة الثالثة، تعلم عن الأشياء التي في شخصية الغاية التي تريدي أن يكون فيه. طيب ده هنا مقصود به شنو؟ إحنا كثير ما بنختار غادة، فبالتالي وإنت اخترت الغاية بتاعك وإنت عرفت الغاية بتاعك، أكيد في أشياء في شخصيته جذبت انتباهك وخلاك إنه انت عايزه نفس الحاجات ده، لانه هي حاجات كويسه ايجابيه عايزاه يكون في شخصيتك. ليه؟ عشان ده بيساعدك انك تغير الشخصيه بتاعتك، وده بيساعدك انك تكوني قريبه من هدفك، وده بيساعدك انه انت توصلي للشخصيه اللي انت عايزاها. فبالتالي انت محتاجه انك تتعلمي الحاجات دي. اول حاجه انت عرفت الغاية، وانت عرفت الغاية فعرفتي دي حاجات انت عايزاها في شخصيته. فالخطوه الثالثه بتبدي تشوفي وتتعلمي الحاجات اللي انت عرفتيه من شخصيته، تعلمي لنفسك وتبدي تطبقيه في حياتك. الخطوة الرابعة ودي الخطوة الأخيرة، ابدأي في الحياة مثله لضمان الوصول للحياة التي تريدينه. يعني ابدأي في الحياة مثله، وممكن بمعنى تاني عشان انت تضمني الوصول للحياة اللي انت عايزاه. طيب المقصود شنو بانه ابدأي بالحياة مثله؟ يعني وانت عرفتيه هو منو، وانت اخترتيه الغاية بتاعك ده، وانت اتعلمتي اشياء عنه، انت محتاجة تبدأي تعيشي كل حاجة اتعلمتيه او عرفتيه عنه في ارض الواقع. لانه بدون انك انت عرفتيه، انك انت تعلمتي حاجات عنه، انه انت اخترتيه كغاية لك، ده ما كفاية. لكن اقوى حاجة اللي ممكن بيكمل النقاط الثلاثة اللي انت ممكن اخترتيه وتعلمتيه هو انك تبدي تعيشي زيه بالضبط، اسلكي زيه، عيشي زيه، عيشي المقولة بتاعته، لكن بس بقناعة وانت مقتنعة بكل كلمة هو كان بيقولها، مش وانت ما مقتنعة، لا انت مقتنعة هو بيقول شنو. كأنك انت قاعدة تضيفي لحياتك ولشخصيتك اضافات جديدة ايجابية بتساعدك انه انت تسلكي في طريق بتاع التغيير، في مشوار بتاع التغيير سليم، انه انت اخترت الغاية الصح لحياتك. فبالتالي ابدأي عيشي زيه، ابدأي اسلكي زيه، ابدأي شوفي فيها مقولات كانت ايجابية هو كان بيقولها بساعد حياتك، عيشي المقولات دي. فيها تعاليم هو كان بيتمثل بها، عيشوه في حياتك. فيها حاجات او طرق جميلة بتساعدك بتغير شخصيتك هو كان بيسلكها، وعيشيه بنفس الطبيعة، بنفس السلوك بتاعك، بنفس الشخصية بتاعك، بدون ما انه انت تكوني قاعدة بيسموها شنو، انت قاعدة تمثلي، لكن قاعدة تعيشي المقولات دي بقناعة وبسلوكك انت وبالشخصية بتاعتك انت، انه انت تعيشي انت بالطريقة اللي انت بتحبيها انت، لكن وانت متمثلة بالقائد بتاعك. ده كل الحاجات اللي ممكن بيساعدك، ودي الحاجة اللي ممكن بيخليكي انه انت عايشة حياة متوازنة. كل ما تطلعي
برا الطريق في غايد، في مقولات، في معرفة، في أشياء أنت تعلمتيه منه بيرجعك للطريق الصح، بيرجعك لهدفك، وبيخليك تعرفي إنه فين الخطأ وفين الصح من الحاجات اللي أنت قاعد تعمليه في الواقع بتاعك، وممكن بيساعدك أكتر وبيخليك إنه أنت تستمري في المشوار بتاعك بدون ما إنه أنت تيأسي. حتى ولو يئستي في الدافع اللي بيساعدك اللي هو الغائد بتاعك، ممكن يكون غايد موجود جنبك بياكل معاكي بيتحرك معاكي، ممكن يكون غايد قريب منك في الكنيسة في المجتمع اللي حواليك هو قدوتك وغايدك، ممكن يكون غايد غيابي، ممكن يكون غايد عن طريق إنه مهنة معينة أنت بتعرفيه من خلال كتب معينة أنت مقتنعة بيه، من خلال مجالات كثيرة. يعني ممكن تختاري غايد غيابي وممكن تختاري غايد حضوري، والاثنين بيساعدوك إنك توصلي للمشوار بتاعك. بس لما أنت تتأكدي إنه ده الغايد الصح للحياة الصح بعد ما عرفت الحياة اللي أنت عايزاها. ده كل النقاط اللي موجودة في الحلقة بتاعت الليلة. مبسوطة خالص إني اشتركت في الحلقة دي معاكي في النقاط البسيطة دي. لقلبي إنه النقاط دي تساعدك إنك توصلي للرحلة بتاعت الشفاء، وإنك أنت توصلي لإنك تشفي من الإخفاقات بتاعت التغيير اللي كنت بتخفقي فيها، لإنك توصلي بنقاط معينة، بنقاط ثابتة، بنقاط معروفة للرحلة بتاعت شفاء، وتقدري تعرفي وتصممي في جواك إنه من خلال النقاط دي أنت قاعدة تتغيري وما في حاجة قادر يجيب في وشك. مبسوطة خالص إني كنت معاكي في الحلقة دي. يا أجمل ويا أفضل ويا أكتر شخص عزيز على قلبي. نتلاقى مرة تانية في حلقات تانية من برنامج رحلة شفاء. كوني معنا في كل مرة. نحارك سعيد.